الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا إلى إخواننا في تونس، النصيحة اللي نقدمها لكم باسم الشعب الجزائري ومن طرف الشعب الجزائري الذي مر بمراحل لا زلتم لم تعرفوها ولا زلتم لم تمروا بها. نصيحتي لشعب تونس البطل المغوار الشجاع المسلم المعتدل المسالم، الذي كل العالم يعلم أن الشعب التونسي بفطرته يرفض العنف. هذه ميزة جميلة. نصيحتي لكم، سفينة نجاتكم هو منهج الزيتونة. سفينة نجاتكم هو منهج الزيتونة. سفينة نجاتكم هو منهج الزيتونة. لا وهابية، لا حشوية، لا تشيع، لا مناهج عنف، لا إرهاب، لا جماعات مسلحة. سفينة نجاتكم عودوا إلى منهج الزيتونة، منهج علمائكم. علماءنا كلهم تتلمذوا على علمائكم في الزيتونة. شيخ الإصلاح عندنا الإمام ابن باديس تلميذ الزيتونة، ولذلك جاءنا خير كبير من الزيتونة. من شدة غيرتنا عليكم علينا أن نذكركم أن تعودوا إلى منهج علماء الزيتونة. ما هو منهج علماء الزيتونة؟ في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. هذه سفينة النجاة التي مشت عليها الأمة وعلمكم علماءكم أن تسيروا عليها. العقيدة الصحيحة الوسطية المعتدلة، عقيدة الإمام الأشعري التي تقول ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. تصوروا معي لما نربي الأطفال على أن ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. يستحيل أن نغرس فيهم التكفير، يستحيل أن يكون تفجير، يستحيل أن يكون تحريم للتفكير. ولذلك نربوهم على الوسطية في العقيدة، الوسطية في الفقه، المدرسة المالكية التي تنتمي إلى إمام دار الهجرة التي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلى من عالم المدينة. ثم التصوف الصحيح السني المعتدل المرتبط بالكتاب والسنة، وهو تصوف الإمام الجنيد. الآن يا شعب تونس هناك مؤامرة، يراد لكم أن تتركوا مالك وأن تتركوا الإمام الأشعري وأن تتركوا الجنيد. وما هو العوض؟ ما هو البدل؟ البدل كل شاذ في العالم، كل مبتدع في العالم، كل أصحاب العقائد الشاذة من وهابية ومدخلية ولست أدري من الأسماء، كلها ستصوف في تونس. انظروا الآن، بمجرد ما دخلتكم بعض رذاذ الوهابية وإذا بالفتنة في المجتمع، وإذا بمساجدكم تحتل، وإذا بقبور علمائكم تحرق وتدمر، وإذا بالسيوف والخناجر قد وصلت إلى المساجد. من الذي فعل هذا؟ هو ترك منهج علماء الزيتونة. ولذلك أنا أوصيكم وأوصيكم وأوصيكم عليكم بمنهج علماء الزيتونة، هذا الذي ندعو إليه. عليكم بالوسطية. الشعب الجزائري جرب هذه التجربة. نحن جربنا الخروج على المذهب المالكي وترك العقيدة وترك التصوف، وجاءنا مشايخ من المشرق زعموا أنهم على حق وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية وأنهم. ماذا كانت النتيجة؟ 200,000 قتيل. 200,000 قتيل. كان الطفل يذبح على صدر أمه. هذه نتيجة دخول الوهابية إلى المجتمع الجزائري. والحمد لله بفضل الله الذي سخر رجالا ونساء من أبناء الجزائر. نحن الآن نعمل على تطهير الجزائر شبرا شبرا من العقيدة الوهابية. فاحذروا، احذروا يا أهل تونس، احذروا يا أهل تونس، احذروا يا أهل تونس. والله إن قلوبنا معكم. نحن نسأل الله لكم السلامة والأمن والعودة إلى منهج علماء الزيتونة. هذه نصيحتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.